ايه ازيكم ملكات عاملين ايه؟ انا النهارده جايه لكم بفيديو جديد، وفيديو النهارده عن ازاي نجمع عملات وهدايا افاتار وورلد. طبعا زي ما انتم عارفين ان افاتار وورلد نزلت تحديث جديد، وهو ان احنا هنعمل مهام، ومن المهام دي احنا هناخد العملات والهدايا المجانيه. فبصراحه انا متحمسه جدا للتحديث ده. فقبل بقى ما نبدا الفيديو انا عايزاكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناه علشان نوصل 3000 مشترك. ويلا بينا نبدا الفيديو. انا عايزه بقى قبل ما اقول الاسرار وكده وازاي نجمع العملات، عايزه بقى اخد جوله في التحديث الجديد والاماكن الجديده اللي هم فتحوها. بص بقى في الكراسي دي اللي هم حاطينها هنا، الصراحه شكلها جميل قوي، عشان مثلا لو نقعد الشخصيات هنا فهتبقى الصراحه حلوه جدا. وهنا بقى في مسبح كده للاطفال حلو قوي، الصراحه شكله كيوت. بجد افاتار وورلد كل مره بتعمل حاجات جديده في اللعبه، فاللعبه بتبقى احسن واحسن من المره اللي قبليها. وده بقى في برضو الكرسي الاصفر الكيوت ده. وهنا ده كده مطعم صغير فيه كده شويه اكلات وعصاير. اوكي الصراحه شكل كيوت. وهنا بقى بص العربيه الصغيره دي بتاعه الايس كريم، الصراحه شكلها حلو قوي. وهنا برضو حاطين كراسي. وهنا برضو تقريبا مسبح صغير للاطفال برضو، شكله حلو قوي. وهنا بقى كده دش. اوكي بصوا بقى هنا في كده ملابس، عايزه طبعا اوريها لكم. اول حاجه كده في اللبس الاحمر ده طبعا للاطفال الصغيرين، شكله حلو قوي. وفي اللبس ده تعالوا كده نجربه. اوكي يا ملكاتي شكله عجبني قوي الصراحه. ايه رايكم في شكله وتدوه كام من 10؟ اوكي دلوقتي بقى تعالوا نجرب اللبس التاني هوريهولكوا دلوقتي، ده برضو لبس للبسين او يعني للسباحه وكده. بصوا لونه بينك ويعني لونه حلو قوي وكمان شكله تحفه. ايه رأيكم في شكله؟ اوكي دلوقتي بقى هلبس اللبس اللي انا كنت لابساه في اول الفيديو. طبعا افاتار وورلد ضافوا شارع في اللعبة، فتعالوا بقى نشوفه مع بعض. اوكي يلا. بصوا كمان ضافوا الباقة دي، هي باقة بفلوس، فانتوا لو عايزين تشتروها ومعاك يعني فلوس ممكن تشتروها. اوكي ده هو الشارع، ده تقريبا يعني هيعملوه مكان للفولي. وده مش عارفة الصراحة هيبقى لايه. ده تقريبا للباسكت. اوكي وده المكان اللي احنا كنا فيه. يلا بقى دلوقتي نشوف الأسرار وإزاي هنجمع العملات المجانية، يلا بينا. أوكي طبعا زي ما انتم شايفين العلامة دي، هنلاقي بقى كده فيها المهام منقسمة لحاجتين. أول حاجة 14 يعني مهمة، وتاني حاجة 6 مهمات. فاحنا في الفيديو ده هنعمل 6 مهمات، فيلا بينا. أول حاجة كده لما نيجي المكان ده برضو في الشارع هنلاقي كده البتاعة دي، فطبعا احنا هنبقى محتاجينها علشان نجمع الملصقات اللي جواها. بصوا بقى كده في اللوحة اللي متعلقة هنا، لو ضغطتوا على الصورة اللي عليها قطة هتلاقوا كده الصورة دي ان هي يعني البنت دي القطة دي مفقودة منها يعني، واحنا المفروض نرجعها لها. فدلوقتي بقى تعالوا نكتشف السر. اول حاجة رحت محل الحيوانات الأليفة وهجيب القطة الكيوت دي، ويلا بينا. اوكي خدت القطة، يلا بقى نشوف السر. رحت للشارع بقى اللي احنا كنا فيه، فدلوقتي بقى احنا المفروض نجيب البنوتة دي. طبعا البنوتة دي موجودة في الشخصيات اللي موجودة عندنا، فهنجيبها بقى من الشخصيات دي اللي هي اللي افاتار وورلد حطوها لنا في اللعبة. اوكي دلوقتي انا بدور عليها وهجيبها دلوقتي. اوكي لقيت البنوتة، دلوقتي بقى هنديلها القطة وهنشوف ايه اللي هيحصل. اوكي بص يا ملكاتي، جالنا بقى كده هديتين، بصراحة متحمسة جدا عشان افتحهم. اوكي يلا كده ناخد العملات. اوكي كده بتحمل. اوكي يا ملكاتي ضف لنا عملة واحدة بس، دلوقتي بقى هفتح الهدية. بصوا يا ملكاتي، الله شكلها كيوت قوي. بصوا بقى دي كده هنجيب القطة اللي احنا كنا اديناها يعني البنوتة دي، فبصوا كده هنجربها عليها. بصوا شكلها كيوت ازاي. اوكي وده طبعا الستيكر اللي احنا المفروض نحطه في العلبة دي. اوكي بصوا التوكة الكيوت دي شكلها حلو ازاي. دلوقتي بقى احط الستيكر ده كده هنا. اوكي كده جمعنا اول حاجة، اول مهمة من 6.
اوكي يلا بقى للمهمة اللي بعدها، بصراحة متحمسة جدا. اوكي يلا بينا. دلوقتي لو شفنا الصورة دي هنلاقي البنوتة دي ومعاها الشنطة دي، فاحنا لو افتكرنا شوية هنلاقي ان الشنطة دي كانت موجودة هنا في مركز الشرطة. فدلوقتي كده هروح المركز وهنروح كده بقى عند المفقودات. هنشوف كده في اول صندوق هنلاقي الشنطة. هنرجع بقى دلوقتي للشارع بتاعنا. يلا بينا. اوكي كده رجعنا للشارع. طبعا لما احنا كنا بنستكشف التحديث لقينا البنوتة دي، فهنروح كده للآخر. اوكي لقينا اهي البنوتة، دلوقتي هنديلها الشنطة. اوكي متحمسة قوي. اوكي نزل لنا هدية عملات. اوكي وبصوا مع البنوتة معاها الملصق ده. اوكي تعالوا دلوقتي نشوف بقى الهدية بتاعتنا ونحط الملصق. اوكي كده احنا اخدنا عملة تانية. تعالوا بقى دلوقتي نحط الملصق ده هنا. اوكي كده جمعنا ملصقين. دلوقتي احنا كده عملنا تاني مهمة، يلا دلوقتي نعمل تالت مهمة. بصوا لو انتوا كده شفتوا الصورة دي. اوكي الصراحة الصورة دي ما فيهاش سر، فتعالوا بقى اقول لكم السر التالت. هناخد كده البتاعة دي اللي احنا يعني بنعمل كده بيها الاشجار، ولو وقفتوا جنب الشجرة دي هتلاقوا كده اشكال يعني احنا نعملها في الشجرة. فنعمل بقى هنا كده شكل سنجاب. اوكي تعالوا بقى نشوف بقية الاشجار. اوكي جيت بقى للشجرة دي وهنعمل لها الشكل ده. اوكي الشجرة الصغنونة دي. تعالوا بقى دلوقتي لاخر شجرة. اوكي لا هي مش دي. اوكي ولا دي تقريبا. تعالوا دلوقتي نشوف الشجرة اللي هناك. اوكي تقريبا دي هي. اوكي دلوقتي طلعت لي الاشكال، هختار بقى كده شكل الارنب ده. اوكي يا ملكاتي كده جالي عملة وكمان جالي هدية. تعالوا بقى دلوقتي كده نشوف العملة. اوكي يلا متحمسة جدا. اوكي اضاف لي برضو عملة واحدة. دلوقتي بقى تعالوا نشوف الهدية، اظن ان هي ستيكر. يلا. اوكي اهو يا جماعة اضاف لي تالت ستيكر. يلا دلوقتي بقى احطه مكانه. دلوقتي فاضل لنا اخر واحد. يلا تعالوا بقى دلوقتي للسر الرابع. بجد متحمسة جدا نكمل كل العلبة دي. يلا بينا. دلوقتي بقى لو جينا في المكان ده هنلاقي ان احنا عاملين 2 و3 و4. دلوقتي يلا للسر اللي بعده. جيت بقى للمحل ده اللي هو محل الهوت دوج. هناخد بقى المنديل كده من الترابيزة دي، وبعد كده هنيجي تاني للشارع وهنلاقي بقى كده هنا على الجدار الرسمة دي. فهنجرب بقى كده نمسحها. اوكي وبصوا جالنا برضو هدية جديدة وعملة جديدة. يلا بينا نفتحها مع بعض. يلا دلوقتي هفتح العملة. اوكي يلا بينا. اوكي برضو اضاف لي عملة واحدة. دلوقتي بقى هنفتح الهدية، اظن برضو ان هي ستيكر. اوكي فعلا هي ستيكر. يلا دلوقتي بقى نحطه مكانه. وبعد يا ملكاتي ما حطيته مكانه دي الهدية اللي جاتلي. واو يا ملكاتي بصوا لما فتحت الهدية بجد شكلها تحفة قوي. اول حاجة طبعا جات لنا هي الشنطة دي. الشنطة دي الصراحة شكلها كيوت. تعالوا بقى ناخد العملات. خدت 6 عملات. تعالوا بقى نشوف بقية الهدايا. طبعا زي ما انا وريتكم الشنطة دي. وبصوا العربية الصغنونة دي فيها كده الكوكيز كده بأشكاله. اوكي بصوا شكلها كيوت ازاي. اوكي هو 3 انواع من الكوكيز. وكمان جت معاه بقى الشنطة دي. وبرده جت معاه البتاعة دي، هوريها لكم دلوقتي. اوكي يا ملكاتي بصوا شكلها كيوت ازاي. شكلها حلو قوي وكمان شيك. وده بقى البسكوت اللي جه. اوكي بصوا اشكال حلوة قوي وبجد الهدية عجبتني جدا. بصوا بقى يا ملكاتي هنا مكتوب ان احنا عملنا 5 حاجات، فاضل لنا اخر حاجة اللي هي الستة. يلا بينا دلوقتي هوريكم ايه هو السر الاخير. بصوا بقى هنروح كده عند المكنة دي وهتضغطوا على الحاجات اللي انا هقولها لكم، لازم تضغطوا عليها بالترتيب. اول حاجة هتضغطوا عليها
لازم طبعا يا ملكاتي تضغطوا على الحاجات بالظبط علشان مفيش اي حاجة تطلع غلط، او يعني عشان الهدية تطلع لكم. اول حاجة هتضغطوا على التفاح. اوكي، بعد كده العصير، عصير برتقال. تالت حاجة عندنا وهي العنب. ورابع حاجة بقى عندنا وهي العصير ده، يعني الكنزة دي. وخامس حاجة عندنا الكنز الأزرق. بعد كده الشوكولاتة البينك، وبعد كده الأورنج، وبعد كده الشوكولاتة الخضراء. اوكي، تعالوا بقى نعملها تاني علشان تظبط معانا. أول حاجة تفاح، بعد كده تاني حاجة معانا وهي عصير البرتقال. اوكي، تالت حاجة معانا وهو العنب. ورابع حاجة معانا وهو الكنزة اللي لونها بينك. وخامس حاجة الكنز الأزرق. وسادس حاجة الشوكولاتة البينك، بعد كده الأورنج، بعد كده الشوكولاتة الخضراء. اوكي يا ملكاتي، بصوا دي هي الهدية اللي طلعت لنا، ودي طبعا هي آخر هدية. بصوا كده المهمات بتاعتنا كلها خلصت. اوكي، بصوا جالنا دلوقتي 3 هدايا. أول حاجة طبعا عندنا وهي العملات. بصوا ضافولنا كده 3 عملات. اوكي، دلوقتي طبعا احنا عندنا الهدية دي. عندنا طبعا هديتين، تعالوا دلوقتي متحمسة جدا عشان افتحها معاكم. اوكي، بصوا ايه الازازة الكيوت دي، لونها كده اخضر وشكلها حلو جدا. اوكي، بعد كده بقى عندنا الجايزة الكبيرة، وهي بقى الكاس الكبيرة دي. بصراحة شكلها كيوت قوي، بصراحة فرحانة بيها جدا. وبس كده يا ملكاتي، ده كان فيديو النهاردة، ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. طبعا يا ملكاتي احنا عملنا 6 مهمات بس، وطبعا لسه فاضلنا 14 مهمة. بس لو الفيديو بقى ده جاب عدد كبير من المشاهدات واللايكات وكمان الكومنتات ولقيت اشتراكات كتيرة، هعمل الفيديو اللي فيه 14 مهمة. فبس كده، ده كان فيديو النهاردة. اشوفكم بقى في الفيديو اللي جاي علشان نعمل ال 14 مهمة وبس. ويلا سلام.